تعبت تتعب عشان تشوف برامج MBC عراق؟ حشرح لك التردد الجديد خطوة بخطوة وأعطيك حل لو القناة اختفت فجأة. خليك معي وتدقق شاشة ريسيفرك. مرحبا يا جماعة، اليوم فيديو سريع ومهم لكل اللي عم بيدوروا على تردد MBC عراق الجديد وكيف تزبطوه على الريسيفر بدون تعب. أولاً الأخبار السريعة. قناة MBC عراق الآن تبث عبر أكثر من قمر أو ترانسبوندر حسب التحديثات الأخيرة. الترددات الشائعة الحالية اللي تم الإعلان عنها هي 11219 أفقي H، التردد المسجل على بعض قواعد بيانات الأقمار يوتلسات 7W، 11862 عمودي V، إصدار HD مبثوث عبر قمر بدر أو أربسات. مهم تعرف إنه القناة ممكن تنتقل أو تغير ترانسبوندر خلال فترات. بعض المصادر لاحظت تغييرات مؤخراً أو إيقاف بث مؤقت على ترددات سابقة. لذلك لو ما اشتغلت معك أول مرة، جرب التردد الآخر أو ابحث عن تحديثات. طيب، طريقة الضبط اليدوي على أي ريسيفر خطوة بخطوة. افتح قائمة الإعدادات في الريموت، اختار تركيب أو installation. اختار القمر مثلاً نايلسات أو أربسات حسب التردد اللي حتدخله. اختار إضافة تردد جديد أو add transponder. دخل البيانات بالضبط، التردد 11119 أو 11862، الاستقطاب H أو V، معامل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ FEC 3/4. بعدين اختار بحث يدوي مانيوال أو بلايند سكان. بعد ما يخلص البحث احفظ القنوات وارجع لقائمة القنوات. لو واجهت مشكلة استقبال صورة تتقطع أو لا توجد صورة، جرب إعادة توجيه الطبق قليلاً، أعد محاولة البحث أو جرب تفعيل البحث الأعمى بلايند سكان، لأن بعض المزودين بيغيروا المعلومات أحياناً. للمبتدئين في شروحات مفصلة خطوة بخطوة. جرب التردد 11119 H أولاً، وإذا ما اشتغل جرب 11862 V. دايماً حدث بيانات التردد من مصدر موثوق أو صفحة الترددات الموجودة في وصف الفيديو. إذا حابب ادخل في الوصف روابط المصادر اللي استخدمته لفحص الترددات وتحديثاتها، حتى لو راحت القناة أو تغيرت. وإذا اشتغلت معك القناة بعد الضبط اكتب لي تحت اشتغلت، وأنا أعمل لك نسخة مختصرة للفيديو كريل أو شورت علشان تنشرها كريل أو شورت. شكراً لمشاهدتكم، لا تنسوا اشتركوا وفعل الجرس